السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل اخواتي وحبايب قلبي اللي متابعيني. اصحى يا غو ومتع نظرك. بسم الله ما شاء الله. اليوم هكلمكم عن فصيلة الدجاج الهندي، ولكن مش اي دجاج هندي. اللي معانا ده دجاج هندي بورسلان، من الحاجات الحلوة اوي اوي يعني في مملكة الطيور يا جيش المملكة. انتوا عارفين ان انا بحب اجيب الحاجة المميزة اللي تخش دماغي. عايزك تشترك في القناة واضغط لايك للفيديو وفعل الجرس علشان يوصلك منه كل جديد. ديت دجاجة شابة اللي انا محدد عليها، والدجاجة ديت شغالة. اللون بورسلين او بورسلان، هي تختلف في النطق. وشايفين جناحها بيطلع كله بدم اهو، كل الجناح بيطلع. الفرخة كلها منقطة بالكامل ما شاء الله عليها. فرخة منقطة بالكامل هي واختها الاصغر منها، فرختين مستواهم جميل ان شاء الله. بنحط عليهم ديك زي الاسرة الميوالي اللي كانت موجودة. فاكرين يا جماعة؟ تتذكروا الاسرة الدجاج الميوالي اللي كانت موجودة؟ اسرة دجاج ميوالي كانت موجودة برضك ما شاء الله. كان مستواها جميل جدا وكان لونها بورسلان. الديك والدجاجة ما تفرقهمش عن بعض. الفرخة دي ديلها طويل جدا ما شاء الله. الشاسيه بتاعها حلو. لو قدامك ديك وفرخة زي دول اوعى تفرط فيهم، او لو معاك ديك وفرخة زي دول اوعى تفرط فيهم. لو قابلك حاجة زي كده في الدجاج البورسلان اوعى تفرط فيهم. واللي عنده ديك، احنا محتاجين ديك يا رجال. اللي عاوزهم ما اقدرش اتاخر على متابعين. فما شاء الله عليهم. انا قدامي ديك كويس وان شاء الله قريب بجيبه. ولما هجيبه باذن الله لو ما كانوش مشوا ووفقت الديك مع الدجاجتين دول هعمل لكم فيديو معاهم. عايز اقول لكم ان عندنا الديك برق. الديك برق برضك من الديوك المميزة. الديك شجان، الديك سفروت الفيتنامي، الديك اكس، الديك دبابة طبعا ده ملك المملكة. في يعني الدجاجة قنبلة، الدجاجة مرسيدس. اصحى يا جماعة، انا مروق عليكم. فاللي وصل معايا لحد هنا يضغط لايك للفيديو، اشترك في القناة، شجعني كده بتعليق حلو عشان هعمل لكم مسابقة ان شاء الله. انا من عشاق تربية الدجاج، خصوصا النوادر والحاجات اللي ريشتها نادرة ومميزة. الشغل اللي قدامكم ده احنا في زمان ما كناش بنشوفه في مصر. الحاجات اللي قدامكم الوقت اللي انا قعدت موفرها لكم بكميات انتوا الاول ما كنتوش بتقدروا تشوفوها في مصر. والحاجات دي كانت كلها اصلها جاي استيراد. الحمد لله وفرت لكم الريتش ألمون، وفرت لكم البورسلين، وفرت لكم البلاك موتلت، وفرت لكم السبرايت باكتر من لون. فما شاء الله اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وحطوا لايك حلو كده للفيديو عشان يوصلكم منه كل جديد. ولو في استفسار في اي حاجة اكتبوا لي. وعايزين نتكلم عن ايه الحلقة الجاية؟ الانثى الصغيرة اللي قدامكم ديت لسه يا جماعة على فكرة لما تشتغل هتتغير تماما. اللي ناقص في الفرختين دول ان احنا هنحط لهم دبلتين ان شاء الله، لو ما كانش في رجلهم، مع ان انا شايف في رجلهم دبل ايه. فاكيد كده هم لبسوا دبل. التانية ديت اللي مش لابسه دبله معرفش ليه، ممكن رجلها تخينه وهنشوف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.